السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متابعيني الكرام. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم فطائر جد رائعين لذاذ بزاف بحشوة لذيذة بزاف اقتصاديين بمكونات موجودة في كل بيت. إلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش لايك تعليق واشتراك في القناة. غنبداو على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير ديال العجين، عندنا 500 غرام من الدقيق، كأس إلا ربع من الماء الدافئ، كأس إلا ربع من الحليب الدافئ عفوا، وربع كأس من الزيت، بياض بيضة واحدة، ملعقة متوسطة من الخميرة الفورية، ملعقة متوسطة من السكر والملح حسب الذوق. أنا عملت هنايا ملعقة صغيرة تقريبا. أول حاجة غادي نعملو غادي نصبوا الماء والحليب دافئين ونضيف لهم الخميرة والسكر ونخليهم دقيقة، نخلطهم شويه ونخليهم دقيقه واحده باش تفاعل ديك الخميره مع. من بعد كنضيفوا الملح، بياض البيضه، الزيت، وغنخلطوا المكونات جيدا. طبعا الخميره كتبقى عاوتاني على حسب الجو، يعني عندكم الا كان الجو بارد بزاف راه تعملوا ملعقه كبيره، الا كان الجو شويه متوسطه على حسب. كما تشوفوا هنا من بعد ما خلطت المكونات ضفت الدقيق وغنضيف واحد الكيس ديال خميره الحلويات، كيس ديال خميره الحلويات راني نسيت ما ذكرتوش في الاول. المهم كيس خميره الحلويات 8 غرام. وبالنسبه لخميره العجين او خميره الفوريه انا عملت هنا 10 غرام. بالنسبه للناس اللي بغاو بالغرام انا عملت هنا 10 غرام. هنا من بعد ما دلكتها يعني العجينه عجنتها ودلكتها، كما تشوفوا هنا كتبقى شويه كتلاصق باليد باش تجينا العجينه خفيفه وتجينا الفطائر خفاف ومفشفشين. غنحاول كما تشوفوا هنا العجينه كتولي رطبه، غنحاول انني نغطي عليها نخليها حتى تختمر شويه وغنرجعوا. في هذه الاثناء هذه فاش خليتها تختمر غادي ندوز كنعمل الحشوه. بالنسبه للحشوه هنايا انا عملت هنايا عندي فلفله حمراء وفلفله خضراء كميه، يعني تقريبا 2 فلفلات متوسطات حمرين وجوج متوسطين خضرين قطعتهم مكعبات صغيره. عندي تقريبا هنا شي 200 غرام ديال الكفته او لحم مفروم، بصله متوسطه مقطعه مكعبات صغيره، عندي ملعقه كبيره من القزبر والبقدونس. بالنسبه للتوابل عندي شويه ديال البابريكا، القليل من الفلفل الاسود و الزعتر، قليل من الزعتر، وعندنا زيت الزيتون، وعملت بودرة الثوم ملعقة صغيرة من بودرة الثوم. اول حاجه كنعمل هو نشحر هاد البصله هذه حتى كتدبل. طبعا انا عملت هنايا بصله خضاريه كما تشوفوا، كتستعملوا اللي متوفره عندكم. وعملت معها الكفته، حاولت اني نفكها شويه باش تجي يعني في الحشوه كامله. ضفت الفلفل الاحمر والاخضر، ضفت التوابل. طبعا التوابل كنعاود نقولها، عندي فلفل اسود، بابريكا التحميره، وشويه ديال الزعتر، شويه ديال بودره الثوم، والملح حسب الذوق. كنحركوا المكونات مزيان ونخليهم حتى كيطيبوا. ومن بعد كنضيف هاد القزبر والبقدونس، طبعا عندي واحد الملعقه كبيره مملوءه صافي. وكنطفي عليها النار. من بعد كما تشوفوا هنا ما نشفات نطفي عليها ونخليها حتى تبرد تماما. يعني الا بغيتو تعملوها في العجين خاصها تكون بارده تماما، او تكون على الاقل تكون دافيه واحد شويه، يعني ما تكونش سخونه باش هكا الفطائر ما يخسرش النعنا. من بعد ما خمرت لي واحد شويه العجينه حيدتها، زولت منها الهواء اللي فيها وغنحطها في سطح العمل باش غادي نخدمها. طبعا هي كتكمل مازال كتكمل الخميره ديالها، يعني نتوما مازال تخدموها وهي كتكمل في الاختمار، كتعاود تزيد تختمر اكثر. كنحاول اني قطعت على 9 الحبات، ممكن تقطعوا على اكثر.
يعني عدد الحبات ديال الفطائر كيبقى يعني على حسب الكبر ديالهم، عملتوهم كبار او صغار. نتوما كتحكموا فيهم في العدد بالصغر او الكبر ديال الفطائر. انا عملت 9 ديال الحبات، يعني جوني مناسبين. انا غنحاول انني نكورهم، نقادهم، نحطهم على جانب، عاد نبدا نحشيهم. هنا كنرش سطح العمل بالقليل من الدقيق، فقط القليل، وغنحاول انني نبسطهم. كنبسطهمش بزاف، غير شويه، كنقرصوهم غير شويه، كنرقوهمش بزاف، وصافي نحط واحد الملعقه كبيره ديال الحشوه، وكنبدا نلف فيها بهذا الشكل هذا. كنبدا نجمعها، غنحاول انني نجمعها كلها كما تشوفوا هكا. نجمعها، البلاصه اللي غادي نسدها كنعملها لتحت في صينيه الفرن، هي اللي كتجي لتحت. الجهه اللي كنسدوها او الجهه اللي كنقفلوها كنعملوها لتحت باش الوجه ديالها يجي مزيان. كنعاود كنبقى نستمر حتى كنعمل الحبات اللي عندي كاملين بنفس الطريقه. كنقرص واحد شويه، يعني كنبسطها واحد شوي، ونعمل فيها ملعقه ديال الحشوه، وكنقفلو عليها بنفس الطريقه اللي كتشوفوا في الشاشه هنايا. وبالنسبه للحشوه يعني كتبقى اختياريه، كل واحد يعمل الحشوه اللي كتوفر عنده، يعني كتبقى اختياريه. وممكن اضافه الجبن، انا ما عملتوش، ممكن اضافته، كل واحد وشنو كيبغي. كما تشوفوا كنجمعها بهذا الشكل صافي، وكنقفلها ونوضعها في صينيه الفرن. دائما الجهه اللي كنقفلوها كنعملوها هي اللي كنعملوها في الاسفل، باش الوجه ديال الفطيره يجينا مزيان وزوين. كنحاول اني نعمل واحد شويه ديال الدقيق من التحت ديالها باش ما تلصقش ليا في الفرن. هنايا من بعد ما كملته غادي ندهنهم بصفار البيض اللي ضفت ليه واحد ملعقه صغيره ديال الحليب، طربته معاه، وغادي ندهن الوجه ديالهم كاملين. انا غادي ندهن الوجه ديالهم بصفار البيض، وما غادي نكتفي فقط بصفار البيض، ما غاديش نضيف شي مكون اخر. هنا جبت واحد الروزوار او شفره، وغادي نعمل علامه زائد بهذا الشكل هذا. غادي نشرطها شويه باش تعطيني داك الشكل ديال زائد. فاش غادي طيب يجيو دوك الفطيرات او دوك الكريسات يجيو مزيانين في الشكل ديالهم. كتبقى اختياريه، ممكن تخلوهم هكذاك، وممكن ترشوهم بالقليل من جنجلان السمسم او بحبه سوداء. انا اكتفيت بهم هكا. ممكن تعملوا فوق منهم القليل من الجبن مع القليل من القزبر او البقدونس. هنا طيبتهم، من بعد ما طيبتهم تحمروا من التحت ومن الفوق. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وما تنسوش لايك وتعليق واشتراك في القناه، وتشاركوا المنشور مع الاصدقاء ديالكم باش تعم فائده على الجميع. شكرا على التتبع ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.